مرحبا عبود. ايش تبي؟ والله بروح وياك الرجال. مشروع. انا عندي جوال قاعد انقل بياناته وضبط. ما ركبنا غير الجوال هذا. ليه؟ جوال شوف جديد والله. ايفون 14. اشتغل بفارق. لكن والله العظيم الليلة بعد بحطه بالميكرويف. حبيت الفعالية. اقول الليلة بحطه بالميكرويف حبيت الفعالية. انت ما تحط عشان ما من قلب بيانات من الربع اسعد الله مساكم بكل خير. اللي يبي يشتري جوال جديد، اللي يبغى صيانة بمختلف وشتى انواعه، حماية، اي شيء، مجمع الصحافة على طريق انس بن مالك مقابل الناضج. اول ما تجي في مدخل 3 ومدخل 2، ادخل مع مدخل 2، واول ما تدخل مع مدخل 2 تلقى الجميل هذا بوجهك. الله يحييك. الله يوفقك يا حبيبي وتستاهل كل خير. طبعا مثل ما انتم شايفين المحل من برا. انا 10 ترى في تحت. يا هلا اسعد الله مساكم بالخير. عدنا في موضوع تناقشت فيه ذاك اليوم انا ومحمد عمري ورنس عزوز دجمان. كنا نتكلم انه ما في علاقه بالحياه هذه، انه يقولون علاقات او اللي فتح الموضوع بالبدايه. قلت انا شخص اصنف العلاقات عندي 3 أصناف. قلت الصنف الاول علاقه منقطه، يعني قلم بس نقط، نفس اللي بكتاب الخط قديم. بعد فتره بعد ما تاخذ معه وتعطي، اذا صار بينكم مثلا جلسات ولقاءات كثيره تبدا تلونها برمادي او انك تزود النقط يعني. وبعدين اذا فعليا العلاقه هذه وصلت مرحله اخوه وصدق، يعني اخوه نقا واخوه طيب، والشخص هذا يعني لك يعني كانه اخ لك ما هو بس صديق، تبدا تلونها انت عاد باللون اللي يلتقي. فانا صنفتها 3 أصناف. هم يقولون لا، اقصد من الكلام هذا في علاقات عابره، شخص يعني ما تواجه له بس انا مره كذا سلام وعليكم السلام ولا بمناسبه الله يستر عليك. في ناس لا، يجمعك معهم عمل، برنامج، ايا كان الشيء اللي يجمعك فيهم. فاكيد طبيعيا انها تختلف، او طبيعي تختلف عن العلاقه العابره الاولى. العلاقه هذه اللي بالمنتصف انا اشوفها باللون الرمادي. بعد ما يخلص العمل اللي يجمعكم او البرنامج او ايا كانت العلاقه اللي جمعتكم سوا، إذا فعلا وصلتم لمرحلة إخوان وصداقة حميمة وعلاقة دائمة، أنت تبدأ تلونها فتنتقل للمرحلة الدائمة اللي هي ملونة وجميلة وتبقى معك إلى العمر كله. هم يقولون لا، العلاقات بالحياة كلها مبنية على المصلحة. فأنا ضربت مثال، قلت أنت ورنس وبجمان، هل أنتم مخاوين بعض؟ خلوا صلة القرابة عن بعض، تبغون مصالح من بعض؟ قالوا لا. طيب أوكي، هذا الشيء اللي أنا أقصد. قال عزوز العصيمي لا، أي علاقة بالحياة مبنية على المصلحة. مثال ثاني، مثلا قلت أنا شلة الاستراحة بالقصيم مثلا 10 عمر أنا وياهم، هل أدور منهم مصلحة؟ هل يدور لا، محبة وعلاقة وتداخل الأهل ببعض، وصلت للمرحلة اللي وصلت، فما بي منهم مصلحة ولا يبون من مصلحة. قال عزوز لا، أنت مثلا فلان تخويه مثلا تغليه وتحبه. قلت طيب. قال الحب والغلا هذا يعتبر مصلحة. فأنا جاني لاق بمخي، جلست استوعب الشيء هذا. فأنا أشوف يعني، حتى ضربت مثال ثاني، قلت أنا مثلا أنا وفهد وزايد وسيف الحين بشقة واحدة، حنا جلساتنا مع بعض كل واحد يبغى مصلحة من الثاني عشان نكون صريحين. هذا يرفع لهذا وهذا ينزل هذا، واجتماعنا يولد قوة لنا كلنا. بس هل لنفرض فرضية لو أنا قررت في يوم من الأيام أني أقفل حساباتي، هل فهد راح يقطع علاقته معي؟ هل زايد؟ لا، جمعتنا مصلحة. بس حتى لو انقطعت المصلحة، الخوة والصداقة والصحبة موجودة. هذا الشيء اللي أنا كنت أقصده. هم كانوا يقولون لا أنت خطأ. فزبدة كلامي الربع، أنا أقول علاقة عابرة، يعني شخص يجمعك فيه سلام، عرف وجيها، أو أنه تواجه بمناسبات ما مناسبات، شخص جمعك معه دوام، جمعك معه أي شيء، بس أنه ما وصلت لمرحلة اللي لا ضاقت عليك تدق عليه، أو لا منك احتاج شيء يطري ببالك، لا، عادي، شخص عادي يعني ممكن يغيب يوم من الأيام. وشخص اللي هو النوع الثالث اللي أنا أقول لونته أنت خلاص ثبتت الشخص هذا، اللي هو النوع الثالث اللي حتى
ومهما كانت مصالح الدنيا اللي تجمعكم مع بعض، مجرد انقطاع المصالح هذه الشخص هذا باقي معكم متمدد وعلاقتكم بازدياد. هذا يعني كلامي أنا ووجهة نظري أنا، ويعني نشوف إيش عندكم أنتم من وجهة نظر.